2024 سنة عشنا فيها افراح وايضا نكسات واحزان. فريق رجاء الرياضي شافوه الجماهير ديالو بوجهين مختلفين. الوجه الاول اللي كيتمنى اي رجاوي انه يشوف فيه الفرقه ديالو، والوجه الثاني اللي ما كيليقش بفريق كبير بحجم فريق رجاء الرياضي. الفريق الاول اللي كان كيفرحنا بالانتصارات ديالو بالانجازات ديالو وباللاعب ديالو الزوين ودقه دقه والفرجه، وايضا جوج تيترات اللي جابهم فريق رجاء الرياضي هذا الموسم هذا، اللي منهم بطوله بدون اي هزيمه، درع ذهبي، وايضا منهم كاس العرش اللي توج به فريق رجاء الرياضي. جوج القاب غتبقى محفوره في الدين ديال جماهير فريق رجاء الرياضي. تقريبا شهر قدرنا اننا نتوجوا بجوج القاب تاريخيه حلالا طيبه بمجهود ديال اللاعبين وايضا المسيرين اللي كانوا فعالين، خصوصا السي محمد بودريقه اللي دار خدمه نقيه فريق الرجاء الرياضي، اللي شفنا الفريق اللي كنا كنتمناوه وكنحلموا به كرجاويين، ايضا بقياده مدرب اللي كبير وكفء كازيم باور اللي عطى الفريق الرجاء الرياضي الهويه الحقيقيه ديالو والحجم ديالو واللعب اللي كنتمناو انا نشوفوا فيه فريق رجاء الرياضي. وموسم كارثي بالقياده ديال الفاشل عادل هاله الرئيس ديال فريق رجاء الرياضي. من بعد القبض على السي محمد بودريقه والمشاكل اللي عنده، جا السي عادل هاله وقلنا اننا نشوفوا مرحله اخرى من بعد المرحله ديال السي محمد بودريقه. هل غتكون مرحله ايجابيه ولا لا؟ الفتره ديال عادل هاله انتقدنا عادل هاله قبل ما يتسلم زمام الامور في فريق رجاء الرياضي، لكن تراجعنا للور قلنا ممكن اننا نلقاو مع عادل هاله فريق رجاء الرياضي ويكمل المسيره ديال بودريقه، وانه يكمل الانجاز ديال بودريقه ويكمل الاداء الجميل ديال بودريقه، ويقدر انه نشوفوا رجاء جديده مع عادل هاله. لكن كنا على حسن الظن ديالنا ان عادل هاله كبير عليه فريق رجاء الرياضي. كنا دوينا بزاف على هذه الامور هذه، وفعلا تاكد لنا هذا الشيء هذا ملي جا سي عادل هاله الفريق الاخضر. شفنا نكسات، شفنا نتائج سلبيه، شفنا تسيير اللي عشوائي، شفنا مدربين اللي كيتوالوا على فريق رجاء الرياضي، 4 ديال المدربين تقريبا في 4 ولا 5 ديال الشهور. هذا الشيء هذا كيخلي اننا نستنتجوا ان هناك تسيير كارثي في فريق رجاء الرياضي ومستوى دنيء الفريق الاخضر اللي ولا كيغلبوا الغادي والجاي. فريق رجاء الرياضي اللي مشات الهويه ديالو مع عادل هاله، فريق رجاء الرياضي اللي مشات المتعه ديالو مع عادل هاله، فريق رجاء الرياضي اللي مشى البريق ديالو مع رئيس هاوي كعادل هاله. هادشي هذا اللي كيخليك ان تستنتج ان فريق رجاء الرياضي خصو مسؤول يكون كبير، يكون قد الفريق كمحمد بودريقه وايضا رؤساء تاريخيين اللي دازوا في فريق رجاء الرياضي. تبين لنا ان عادل هاله هاوي وما قادرش انه يسير فريق كفريق رجاء الرياضي، لانه كبير عليه تاريخيا وايضا بالنسبه للتسيير كبير عليه بزاف. عهدين شفناهم هذه السنه هذه، عهد ديال الانجازات والفرحه والاندهاش وايضا المتعه مع زيان باور وايضا محمد بودريقه والتسيير الاحترافي اللي قدر ان سي محمد بودريقه انه يوصل لفريق الرجاء الرياضي في موسم واحد اللقبين، وكنا ممكن نشوفوه انه من المنافسين اللي غيكونوا على دوري الابطال هذا الموسم هذا. وعهد اخر مع عادل عاله، عهد ديال الاحباطات والنكسات وديال التسيير الهاوي اللي كنشوفوا فريق رجاء الرياضي كيتخبط في نتائج سلبيه وتسيير هاوي، لا في البطوله نتائج سلبيه ولا ايضا في دوري الابطال متدير الترتيب ديال المجموعه، وتقريبا بنسبه كبيره غنكونوا خارجين من دوري الابطال من دور المجموعات. الى بقى هذا الاداء هذا وبقى هذا التسيير هذا، ما يمكنش انها تجي عصا سحريه وانها تبدل فريق رجاء الرياضي في هذه الفتره هذه اللي قليله. كنتمناو ان عادل هاله يخرج من فريق الرجاء الرياضي، كنا كنتمناو قبل 2025 لكن وقيل غيبدا معنا 2025. نتمنى انه يكون جا عام استثنائي ويخرج عادل هاله من الباب الخلفي الصغير ديال فريق الرجاء الرياضي، لان الفريق الاخضر كبير عليه بزاف. نتمنى ان 2025 انها تكون فيها الخير على فريق الرجاء الرياضي برئيس جديد، وان شاء الله نشوفوا عهد جديد في فريق الرجاء الرياضي برئاسه احد الرؤساء اللي ممكن انه يقدر وانه يعطي الاضافه لفريق الرجاء الرياضي، وانه يكتب اسم ديالهم احرف من ذهب كرؤساء قدام الفريق الرجاء الرياضي. نتمنوا خير ان شاء الله، ونتمنى ان البدايه ديال 2025 ان شاء الله فريق الرجاء الرياضي يرجع للعهده ديالو ويرجع للعهد ديال الانتصارات والنتائج الايجابيه.